عزيزي بيرستاو، بعد اذن معاليك رجع لي الحنجيله تاني. انا جايبك اصلا من ضمن الحاجات اللي احنا جايبينك علشانها الاحتفال بتاعك الحنجيله. انت بقالك كام ماتش كده كل لما تجيب جون تغير الاحتفال وتقعد تعمل لي وها انت وسام ابو علي. تمام على راسي وكل حاجه، اهم حاجه نكسب، اهم حاجه تجيب اجوان. بس معلش، بس رجع لي الحنجيله، نفسي اشوفها تاني يا اخي. حاجة تانية، بس انت اول ما بنقول لك يلا عشان هتمشي وبتاع والكلام ده احنا مش عايزينك، او يلا شوف لك سكة تانية، شوف لك ليلة تانية، احترف، اعمل اي حاجة، يعني خش في اي سكة تانية. تمام تقول لهم بس معلش وضع التاو تاو يشتغل ونبص نلاقيك يعني ايه، يعني برضو السنة اللي قبل اللي فاتت تمام والله هتمشي وبتاع مش متقدم المستوى المطلوب، قلت لنا بس معلش طب عشان خاطر سيبوني الموسم ده وانا هثبت لكم ان انا مش لاعب فاتشه. تمام فعلا خدت احسن لاعب في افريقيا في السيزون ده. فهل السيزون ده بقى اللي احنا فيه في حاجه تانية هتتكرر زي دي؟ بدايه موفقه، بدايه موفقه. حاجه تانية، تواجد رامي ربيعه في منطقه جزاء الخصم بقت حاجه مقلقه بالنسبه للخصم في الوقت الحالي. رامي ربيعه بيقدم فترات من احسن فترات حياته في الملاعب عموما. في الدقيقة 13 رامي ربيعة حسين الشحات بياخد الكورة بيجيبها من على الجنب، يباصي الحارس ما يعرفش يمسكها، رامي ربيعة بيخش يكمل عليها يجيبها جول. بعدها مفيش الدقيقة 14 يعني لسه الوقت التايم بيعد في الدقيقة 14، يضغط إمام عاشور على المدافع يغلطه، يطول الكورة بيرستاو يخش على الكورة يعدي بيها الحارس ويجيب الهدف الثاني. وده كان باختصار اهم احداث الشوط الاول. بس القصه هنا في حاجه، ان بعد الجونين اللي انت جبتهم بدأت تتراجع نص ملعبك، بدأ الفريق الكيني يضغطك في نص ملعبك. وفي سلبية هنا، حاجة سلبية هنا، ان بدأت تفقد الكرة بسرعة او عدم الاحتفاظ بالكرة عندك بقى اقل. خليت الفريق الكيني، انا شايف ان هو فريق متواضع يعني مع احترامي ليه تمام، بس خليته يتجرأ عليك. شال كورتين محمد الشناوي هو اللي شالهم، طلع على كرة منهم وشاط كرة عليه، فبدأ ان هو يتجرأ. فهل الحال ده هيتظبط الشوط الثاني ولا ايه الدنيا؟ الغله هتزيد الشوط الثاني ولا هنكتفي ب 2-0؟ وده مكسب كويس في ظل الظروف اللي انت بتلعب فيها بصراحه، ده مش ملعب ضغيط. فبالتوفيق للنادي الاهلي ونشوفكم الشوط الثاني. السلام عليكم.